يلا نحضر فطار مع بعض النهاردة. مش هنعمل بقى بيتزا بالدقيق ولا بالعجين ولا بالجلاش ولا بأي حاجة. بيتزا جميلة وسريعة، تنفع عشاء تنفع فطار وكمان تنفع غدا. واحشيها بقى بالمكونات اللي انت عايزاها، مع كوباية شاي حلوة كده على الصبح، كده شاي اخضر او شاي بلبن زي ما انت عاوزة. شايفين شكلها تحفة وطعمها فظيع. يلا بينا ندخل على الفيديو نشوف عملنا ايه. بس في البداية نحط لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنت بتتفرجي عليا من انهي بلد. تمام كده، جبت بيضتين وخفضتهم كده في طبق وحطيتهم كده في الطاسة بتاعتي. تمام، شوية بقى جبنة موتزاريلا كده على الوش بالشكل ده كده. حطي الحشوة اللي عندك، طماطم كده وفلفل. عندي قطعة روز بيف كده قسمتها نصين. عندي بقى الرغيف بتاعي هقسمه كده من نصين، هاخد منه الوش عشان بيبقى اخف شوية. تمام، واحط الرغيف بتاعي كده والم بقى ايه البيض كده من الجناب. تمام، ولا تعجني ولا تخبزي ولا اي حاجة. قلبناها بقى ونحط برضو شوية جبنة. الله، زي ما انتوا شايفين كده احلى فطار ممكن تعمليه وتغيير وتفرحي اولادك بيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. تمام، واسيبكم في رعاية الله احلى واغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.